سلام، أهلا بكم في فيديو جديد. وش راكم؟ وش حوالكم مع هاد الأجواء؟ قلوبنا كامل راهم محروقين على أهلنا في فلسطين. ربي ينصرهم ويصبرهم على ابتلائهم ويرحم شهدائهم بإذن الله وشهداء جميع المسلمين يا رب. ما كان حتى حاجة نقدروا نديروها من غير الدعاء ليهم ونشر حقيقة وش قاعد يصرى لهم في مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو اليوم متنوع بإذن الله، راح تكون فيه وصفة، راح يكون فيه وش درت للعشاء، وراح نتبنى بإذن الله معكم عادات صحية جديدة. منها كما راكم تشوفوا شرب الماء بكثرة في النهار، ومع الأيام بإذن الله مع سبور مع وصفات صحية. لأني مؤخرا زدت في الوزن بزاف فحبيت نقص أكيد، ما قدرتش نتأقلم خلاص مع جسمي الحالي، يعني بعد الولادة والرضاعة الطبيعية يدو، فحبيت نتغير شوية ونغير من عاداتي الغير صحية. تاني حبيت ندير ديكورات جدد، حبيت ندير تنظيم جديد للدار. راح تكونوا معايا في كلش بإذن الله. اول حاجه نبدا بها نهاري دائما هي التخطيط، اذا ما كنتش مخططه بليله قبل. في فيديو اليوم ايضا وصفه للبيبي بعد 6 اشهر، بعد ما تكوني اكيد مديرت له التست تاع الحساسيه. نعتمدها لابني بزاف وشاركت معكم وشترت العشاء ايضا. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات به يوصلكم كل جديد. هذه واحدة من التدابير اللي نديرها باش تقعد لي الخضرة لمدة اطول. هذا الفلفل يا البنات وهذه الخضرة اللي استعملتها اليوم عندها اكثر من 15 يوم وهي في الفريجيدار، يعني غبت وخليتها جيت لقيتها كيما راهي. بعد هذا بإذن الله راح يكون فيديو تاع تنظيم ثلاجة، وراح تشوفوا معايا كيفاش ننظم ثلاجتي وكيفاش نخلي الخضرة تاعي فخاش كيما راكم تشوفوا. التدبيرة الثانية هي انه ديروا ساشي هكا ولا كارت ولا جورنان ولا اي حاجة قشروا فيها الخضرة اللي تكونوا رايحين تستعملوها كامل باه يبقى لكم بلون دو طرافاي تاعكم نظيف، وما تبقاوش ايضا تضيعوا في الوقت والتعب تاعكم والجهد تاعكم في انكم كل دقيقة تنيطوايو. والتدبيرة الثالثة اللي تعاونكم على الطبخ دائما وما تملوش منه، الماس تاعكم دائما يكونوا ماضيين. يعني اذا حفى الموس تاعك وبقيتي تتعافري معاه في القصان وفي التقطع اكيد راح تكرهي من الكوزينه وتكرهي من الطياب. بالنسبه لوصفه الرده نحتاج حبه بطاطا، حبه جريوات، حبه بيطراف، وحبه فلفل حلو. نقطعهم كامل مكعبات صغار باه يزربوا ويطيبوا مليح. بالاضافه الى انه البطاطا معشوقة الكبار والصغار، هي أيضا مصدر للطاقة وتساعد على تحسين القدرات العقلية والذاكرة. بالنسبة للبيطراف فهو مانع أو حامي من فقر الدم وعلاج لفقر الدم إن وجد، كذلك هو محسن للهضم. أما بالنسبة للجريوات فهي من النباتات
وفيها بزاف لي فيتامين. أما بالنسبة للفلفل فيساعد على الحماية من الأمراض والميكروبات. اذا حبيتوا وصفات اكثر للرضع خليوا لي في لي كومونتير، وانا راح نلبي طلباتكم باذن الله. راح ندير لكم كل الوصفات اللي نديرها لابني وساعدته وحبها، يعني حتى في الاكل كلاها. راح نغطي الخضره تاعي بالماء ونحطها تطيب على نار متوسطه باه تطيب مليح. ونقول الحاجه، البيتراف يشرب الماء ليه، يعني راح تنشف لكم ليه. شوفوها طابت نحيوها، ما طابتش زيدوا لها الماء وخليوها تطيب مليح. للعشاء درت بوراك بريك، نحتاج بطاطا، بصله، زيتون، طون، ملح، فلفل اسود والعظام والفرماج. نقطعوا البطاطا مكعبات ونحطوها تغلي، نقطعوا البصل، نقطعوا الزيتون بعد ما نكونوا غليناه اكيد باه ما يملح لكمش بزاف البوراك تاعكم. بعد ما طابت لي الخضره خليت فيها هاد الكميه تاع الماء. درك نحطها تسترحى مليح مع 2 مكعبات تاع كيغي. نتيا لك الاختيار، تحبي ديري كيغي، تحبي تخليها هكاك، يعني كي يكون البيبي صغير شويه ما ديريلوش، من الافضل ما ديريلوش. انا ابني راهو قريب يقفل عام، يعني بقالو شهر ويقفل عام. حبيت تقولوا لي في لي كومونتير شكون فيكم مرت بالحاله تاعي. عنده 11 شهر وهو مازال ما دار حتى سنه، يعني سنه ما خرجت في فمه. اللي مرت بالحاله تاعي تكتب لي في لي كومونتير وقتاه لي بيبي تاعكم داروا سنين. انا رحيتها في الروبو هذا، شوفوا القوام، يعني نخليه ثقيل شويه. انتي لك الاختيار، بيان سور تحبي تخليها خفيفه شويه لا هكا زيدي الماء وخلاص. نخلي له الكميه اللي يتعشى بها والباقي نحطوه في بورط مونجي، نخليه حتى يبرد ونحطوه في الفريجيدار.
تدبيره اخرى في فيديو اليوم، ديري بلا سباتول باه يهبط لك كلش وما تضيعي والو في الاواني تاعك. نرجع للبوراك تاعي. بعد ما طابت لي البطاطا نهرسها مليح بهاد الآلة تاعها، نحط ملح وفلفل كحل فقط لا غير. نحط الزيت يسخن مليح حبيباتي باه ما يشربليش الزيت كي نحط البوراكات تقلى، ونبدا نقلي في البوراك تاعي. ندير طبقه من البطاطا، شويه بصل، شويه زيتون، شويه طون وعظمه ولا نص عظمه كيما تحبوا. اللي تحب العظمه تاعها ما طيبش من داخل تزيد في النار تخليها قاويه ويتسخن الزيت مليح مليح، وتحط البوراكه جوست تحمر وتزيد تقلبها تزيد جوست تحمر وتنحيها بعد. اما بالنسبه لي ما تحبش العظمه مش طايبه، خلي البوراكه تاعك طيب على نار متوسطه. وهذا الشكل النهائي تاع لاطابل تاعي، يعني بحاجه خفيفه درت ديكور ودرت طابله باهيه باه تستحل النفس تاعنا على الماكله. شوفوا هنايا قطعت لكم البوراك، مع اني البارح وين كليتو بصح والله سخفتني. انا وراح نعاودو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات باه يوصلكم كل جديد. سلام.